عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المعصومين. خاب من تمسك بغيركم، وأمن من لجأ إليكم. سعادتي ليفوز فوزا عظيما. قلبي تصدع بالآيات والشجن لرزق الإمام المجتبى الحسن، واجدي عليهم اليوم فارقه شخص النبي، فاحتفي بالمحن لهفي له قضى الأزمان ممتحنا. له من ذلك الزمن صب الحقود عليه أمطارا من الغضب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأظهر للناس ما يخفي إلى العلني، قد جرعوه المر وهو في طفولته، وفي الكولة أمسى دائم الحزن. غدروا به وقت الغروب وقايد، دسوا له سما مع اللبن. غالوا بقتله أعلاما من الكرم. يا كريما في البيت عليه السلام. وفيه أطفأوا وهجا من السنن، وأمطر النعش الشريف بوابلين. نبل تغمس بالأحقاد والحني، مضيت نقيا يا نجل حيدرتي، شبيه النبي في خلق وفي بدن. كالطود لا تعبأ بعاصفة، وكل الناس في بحر من الفتن. لله صبرك يا ابن فاطمة، لله درك من صبط مؤتمن. والله كبد الحسن متقطع بسم المني. أصبح يعالج وأصبحت زينب شجية، دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده. عند أخو حسين دمعة فوق خده، أمر أخي يشيل طشت البيت كبده. شيله يا خويا لا تشوف الهاشمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لتعطيل مجلسنا ولمباركة سيدي ومولاي بنظرة سيدي صاحب العصر والزمان، الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية المباركة وخص بها الخمس الذين أذهب الله الرزق عنهم وطهرهم تطهيرا، وتسرت لمن بعده من أولاد الحسين عليه السلام المقصود. ومن هؤلاء الخمس رابع أهل الكساء هو الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، الذي قال عنه وعن أخيه رسول الله الحسن والحسين إماما قاما أو قعدا. وقال عنه أيضا: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فحب من يحبه. بطبيعة الحال كثير من الناس حينما يتبادر لها اسم الإمام الحسن سلام الله عليه يتبادر لها دائما مسألة الصلح، صلح الحسن، وكأنه يختزلون قضية الإمام الحسن بالصلح، وإن كان الصلح منعطف مهم جدا في حياة الأمة الإسلامية، حادثة مهمة، ولكن حياة الحسن أكبر وأوسع وأشمل من ذلك. لأن أنت الآن ما تجي تقول هذا الإنسان موقفه فقط هذا، الإنسان هذا خصوصا مثل الحسن عاش 47 عاما، ولد الحسن 3 للهجرة واستشهد 50 للهجرة، يعني بعد شهادة أمير المؤمنين ب10 أعوام، فهو عمره الشريف كان 47 عام. فال47 عام هل تختصر في صلى على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. فهل هذه ال47 عام تختصر وتختزل في موقف؟ ربما تختزل في موقف في كثير من الناس، لكن كإمام معصوم وجده رسول الله وأبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي كان يسمى قتال العرب، وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها، إن الجنة تشتاق لها، يختزل بقضية موقف فقط؟ لا، بطبيعة الحال الحسن عليه السلام في أول نشأته الذي احتضنه واحتباه وأخذه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي حينما يهتم بشخص كما اهتم بأمير المؤمنين عليه السلام من قبل، فأمير المؤمنين يقول: وكنت أشم ريحه، أشم ريحة رسول الله، وكان لا يأكل الطعام حتى ينضغه ثم يضعه في فمه، وكنت أسمع رنة الوحي ورنة الشيطان حتى قلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: إنها رنة الشيطان قد يئس مني فهرب. فإنك يا علي تسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست بنبي. فهذا اللي تعلم وتربى، والذي كان يقول: وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. فكيف إذا ربى
الحسن عليه السلام وكيف انشغل بتربية أولاده، ريحانتا من الدنيا، هذا العطر كيف أنه اهتم له. ومنو بعد يهتم له؟ إذا كان النبي ما موجود يهتم له علي بن أبي طالب، إذا كان علي بن أبي طالب موجود فاطمة الزهراء تهتم له. فهو إذن هنا التربية بتأثر. من بدء الحسن عليه السلام كان مشهور بالكرم، بابه مفتوح لكل الجميع أبدا. حتى من الأمور التي نقلت عنه في يوم من الأيام دخل رجل شامي وكان يسب الحسن. طبعا بعض أصحاب الإمام الحسن ما يتحملون، مثل هالشيء احنا إذا واحد يجي قدامنا وسب الإمام ما نتحمل. الإمام الحسن عليه السلام قال لهم خلوني وهم، أنتم تركوني أنا أتكلم. قال له أراك كأنك غريب عن البلدة، أنت مو من أهل المدينة. قال بلى أنا من أهل الشام. قال إن كنت جائعا أشبعناك، خاف جوعان، خاف ما عندك أكل. وإن كنت طريدا آويناك، ما عندك مكان تسكن فيه. ذاك الوقت ماكو فنادق، العالم تروح تنام بالجامع، ماكو هناك فنادق. خان إذا خان غالي عليه. وإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت محتاج أعطيناك، فإن لنا دارا وسيعة وجاها عريضا. احنا موجود عندنا هذا الشيء، فخاف انت محتاج. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنكم أولياء الله، إن الله يعلم حيث يجعل رسالته. بهذه الأخلاق أهل البيت عليه السلام، هاي أخلاق القرآن. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولكن لنت لهم. الله سبحانه وتعالى ما مدح النبي لحسب ونسب، لأن هو المتفضل عليه، خلق في بيئة مثل ما خلقك أنت، آسيوي شرقي غربي، من القبيلة الفلانية من البيت الفلاني، سيد أو عامي وهكذا. هاي كلها الله هو اللي صاحب الفضل والمنة عليه. ما مدح أنه عنده أموال، فمن النبي الأموال مالته وزعها كلها التي أعطتها خديجة سلام الله عليها، هذه المرأة الصالحة، كلها وزعها. أعتق بها عبيد، أعطاها للمحتاجين، أنفق. وهسه بعضهم من يقول إيش عندي وأنا أنفق؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. الرسول أنفق كل ما عنده وما يحب كل ما عنده. الحسن التزم بهذه القضية أيضا، سوى هم أنفق كل ما عنده. الله مدح النبي علما وإنك لعلى خلق عظيم. هالخلق. ولذا الحسن عليه السلام كان يقول أشبه رسول الله بذلك بكرمه وخلقه. أبدا، كرم عنده حالة طبيعية جدا. بل البعض يجي للإمام شيء يقول له يا رسول الله أنت برسول الله، أنا أريد أن أعني من باب أنه الفخر ومن باب أنه أريد أن أستأنس أنه أقول أكل وياي برسول الله، اجلس اقعد وياي أكل. يجلس يقول له ولكن لا يحل لنا الصدقة أهل البيت، أنا أجلس معك اكمل أكلك أنت وقوم وياي أنا أعطيك أكل، حتى تجلس وياك هناك من أكلي أعطيك. بهذه الأخلاق يعني ما يخلي بخاطره هذا. شوف هاي جبر الخواطر مهمة. ده بعض الأحيان يجي واحد يقول لك الله تفضل وياي، وشنو أنا جوعان؟ لا هي مو جوعان،
تجبر خاطر بعض الأحيان. هذا الإنسان من يتكلم بهاللغة هاي مرة تكسر الخاطر ومرة تجبر خاطره. يقول من كسر مؤمن فعليه جبره. أنت ما يصير أنه تكسر لك مؤمن، فجاك يقول لك تفضل. هسه من باب أدبية، على قولة بعضهم يقول حكاية الدنيا أخلاقيات. أنت هم قل له جزاك الله خير اقعد يمك، قل له راح اقعد يمك بس ما يعني ما مشتهي مثلا، أو مثلا أنه أشير لي فد شيء هيك من باب أنه أدبيات. أنا ما مشتهي، فعلا ما مشتهي. الإمام الحسن برغم أنه الصدقة لا تحل عليه جلس فقال له أنا أعتذر لأن الصدقة لا تحل علينا أهل البيت، ولكن أنت كمل وأنا قاعد يمك. يقول هذا الفقيه يقول فجلس الحسن معي على الأرض. شوف الأدب، ما كسبوا الناس ترى بشغله، كسبوها بأخلاق. إنك لا تسع الناس بأموالك. ايش قد عندك أموال الآن توزعها؟ ما تكفي الناس. حط لك الآن ايش قد ما كان من أموال، ما تكفي. هماتين يطلع لك يجوز هناك واحد يقول لك أنا ما وصل لي عطاء منك ما وصل، ولكن سعوها بأخلاق. أخلاق مهم. النبي صلوات الله عليه وسع الناس بهذه أخلاق. الأموال والصحة ماكو مشكلة، لكن الأخلاق اللي بدت أنه تأخذ مفعولها. غلظة موجودة في الجزيرة، يجي هذا الإنسان وشي يقول له؟ يقول يا محمد بهالطريقة. هذا الأقرع بن عابس، هذا فد واحد كبير من كبار القبائل. القرآن عبر عنه في سورة الحجرات: إن الذين ينادونك وراء الحجرات أكثرهم لا يعقل. ترى عقل ماكو. يوقف خارج الدار، شو يصير؟ يا محمد اخرج إلينا لنجادلك بأمرك الجديد. النبي هم شيء يسوي حتى لا يحبط عملهم، لأن يحبط عملهم إذا كانوا أسلموا توبوا. فش يقولون؟ يقول إني آت إليك. فيجي النبي، هذا نفس الأقرع بن عابس الصور في يوم من الأيام في حرب من الحروب، النبي صلوات الله عليه قسم الغنائم على المسلمين. ايش قال له الأقرع بن عابس؟ قال جعلتني والرعاع الذين يتبعونك يا محمد. اعدل يا محمد، إن المال ليس مالك ولا مال أبيك. يقول أمسك النبي من تلابيبه، احنا شو نعبر عنها؟ الفزياقة. من تلابيبه جر النبي فجعل أثر على رقبته. يقول النبي ابتسم بوجهه قال إذا لم أكن أنا أعدل فمن هو أولى مني بالعدل؟ خذه يا علي واقطع لسانه. الله أكبر. يقول مسك علي بن أبي طالب هذا الأقرع بن عابس. الأقرع يقول رجل كبير طويل عريض ما بين المنكب، وعلي بعد شاب. يقول هذا كأنه قطع أنفاسي حينما أمسكني. يقول أمسكني من إيدي كأنه قطع أنفاسي. فقلت ما تصنع بي يا أبا الحسن؟ قال ما أمرني رسول الله. يقول ارتعدت كأني سعفة في مهب الريح، بديت أرجف. هذا ما عنده مانع يقتلني، أنا ما أخذ كلام رسول الله بعد انتهت خلص، أنا مقتول. وصلني إلى مربط الإبل والشياه، قال خذ ما تريد، يعني بتعبير مسد حلقة، اقطع لسانه سد حلقة، خذ ما تريد، كم يكفيك اخذ. الحسن عليه السلام كان هكذا يفعل، هاي أخلاق رسول الله. شو يسوي؟ خذ. أنت تحتاج، إنا أهل بيت نوالنا خذ. إحنا ما نحسب إيش قد نعطي، وخذ روح.
حتى أنه يوم من الأيام الإمام الحسن عليه السلام أخرج كل ما يملك، فنظر لنفسه وجد أجلكم الله نعلان خفان، فنزعهم. قال الفقير قال أخذهم. قال له ماذا تفعل يا أبا محمد؟ قال لقد قاسمت الله بأموالي. قاسمت يعني بالنص. قال بلى. قال والآن أعطي ما أملك، ما أريد أبقى شيء، لأنه الحسن يعلم علم اليقين هاي الأموال مهما كانت هي شديد يتركها الإنسان. ولقد تركتم ما خولناكم، مو ما ملكناكم. أول ما الإنسان أول ما يموت يبقى بعد شيء له؟ انتهت ملكيته، راحت، صار ورث، فلوسي، أموالي، حلالي، ما تعبت عليهم، جبتهم حلال حرام، راح. شو نقول احنا؟ عندنا تعبير عندنا بالعراق يقول يا من تعب، يا من شقى، يا من على الحاضر لقى. اجى الوراك اخذهن وقام حتى فاتحه ما يذكرك. وكثير منهم الإمام الحسن يعلم علم اليقين أن هذه الأموال هي لله فتعود لله، والخلق عيال الله، الخلق هم عيال الله، وهم أولى بها أن يوسع عليهم. هذا جانب من جوانب الحسن. الحسن عليه السلام بعد ذلك عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 أعوام. ولد في 3 هجريا، والنبي مات 10 هجريا. فشقد عاش الحسن معه؟ 7. ثم عاش مع أمير المؤمنين عليه السلام بعد ذلك 30 عاما كاملة في رعاية، ليس رعاية جده إنما رعاية أبيه فقط. ليش؟ لأن الإمام علي يا سنة 40. الإمام الحسن هنا بدأ شنو؟ أولا الإمام الحسن شارك مشاركات عظيمة ومهمة. احنا اليوم اخوان لأن دائما الحسن عليه السلام يوم واحد بالسنة، الحسين عليه السلام دائما نذكره، ووايد عندنا مفردات، لكن اليوم تسمحوا لي آخذ وقتكم، جزاكم الله خير. الحسن عليه السلام شارك أولا في الكساء، وهذه مهمة جدا المشاركة، أنه كان هو من أهل الكساء ال5، رابع أهل الكساء. ونزلت عليهم الآية التي ابتدأنا بها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شارك الحسن عليه السلام في واقعة الغدير، كان صغيرا وبايع أمير المؤمنين كما بايعه كبار الصحابة. شارك الحسن عليه السلام في قضية المباهلة التي هي من أعظم الحوادث. ومن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى الله فنجعل لعنة الله على الكاذب. فإذا هنا شنو؟ حضر الحسن عليه السلام من الذين، وهذه معترف بكل مسلم. إذا وين المشكلة؟ البعض يجي شو يقول إذا كان الحسن عليه السلام زين إمام ومعصوم، ليش صالح معاوية؟ وليش الحسين هم إمام ومعصوم حارب يزيد؟
بل حتى رفض معاوية. الحسين كان عنده مراسلات كثيرة مع معاوية ورفض تصرفاته كلها. زين، لو هذا معصوم، لو هذا معصوم، لو هذا مو معصوم، لو هذا مو معصوم، حلوها ما يصير، لأن كل واحد اتخذ. إخواني، إحنا بعض الأحيان من نجري من نصير مسؤول على شيء، على أسرة الآن، على مستوى الأسرة، الأب بعض الأحيان يتخذ قرارات ما يقبلون عليها لا الأولاد ولا الأمهات، وكذلك الأمهات بعض الأحيان تتخذ قرارات ما يقبلون عليها. ليش؟ لأن هي رأت المصلحة لأولادها، أو الرجل رأى المصلحة لأولاده أن يتخذ هذا القرار. يقول لابنه روح اشتغل، هو ابنه بعده مو قوي، بس يريد شيء يخليه أمام الواقع، يريد يخليه أنه يقدر يتعايش مع الحياة هاي الصعبة والصلبة. إذا يخليه دائما راخي، هذا ما راح يقدر باكر إذا الأب يموت أو يصير عليه شيء، الابن يكون شنو؟ في مأزق كبير. الإمام يرى أنه مصلحة المسلمين اقتضت، ولذا الإمام الحسن عليه السلام بالصلح اقرأ بنود الصلح. مو احنا المشكلة ليش صالح الحسن اقرأ بنود الصلح؟ أولا الإمام الحسن عليه السلام صالح بشروط، نعم ما التزم بها معاوية. قال الحسن شرط شروط، وهذه شروط الحسن تحت قدمي. ما قاتلتكم أهل الكوفة يصلي ولا تصوموا، أعلم أنكم تصلون وتصومون، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم. شروطه: أولا العمل بكتاب الله وسنة رسوله. ثانيا أن لا يقتل المؤمنين على التهمة والظن وما شاكل ذلك. رابعا أن يمنع السب عن أمير المؤمنين الذي كان على منابر الشام. خامسا أن لا يعهد لأي شخص إلا إلى الحسن أو من بعد الحسن الحسين، أو يعود الأمر إلى المسلمين إذا ما وجد. بعد أن يأمن المسلمين جميعا، وأن لا يفرق بين هذا مهاجر وهذا من بني أمية وذاك من بني قريش وهذا، لا ما، المسلمون متساوون. المسلمين كانوا بعضهم شنو؟ عندهم مشكلة، ملينا من الحروب، تعبنا من الحروب، ولذا من اجى واحد قال له السلام على مذل المؤمنين، قال الحسن من اصحاب الحسن. ايش قال الحسن؟ اجلس، لقد نعتني بشيء ليس فيه، لو كنت كما قلت لادخلتكم في الحروب، لكن اردت ان احفظكم واحفظ المؤمنين من امثالك. انتم اذا قتلكم معاويه هل يبقى للدين شيء بعد؟ ما يبقى، الدين ينتهي. ثانيا الحسن كشف ألاعيب معاويه ومن كان يروج لمعاويه. كثير من المسلمين قال لا معاويه شو المشكله؟ ليش انه انت خلي الامر رجع لمعاويه، خلصنا احنا ملينا بالحروب. قال لهم تفضلوا هذا معاويه. امير المؤمنين كان يقول سلام الله عليه، يقول اني اعرفهم عندما كانوا صغارا عن معاويه وعمرو بن العاص، فهم اشر الاطفال، وعندما كبروا كان اشر الفتيان، وهم كهول ابسق الكهول. قال انا اعرفهم اكثر ما تعرفون انتم، انا اعرفهم زين. ولذا امير المؤمنين حتى الرساله تقراها، احنا مشكلتنا ترى اخواني لحد الان يخدعنا الاعلام. امير المؤمنين تجي يقول لك واللسيق ليس كالاصيل. هاي شلون مصيبه اللسيق؟ تدرون شنو اللسيق؟ اللسيق واحد اصلا هو مو من العشيره ويلزق يروح العشيره، يعني بني اميه اصلا مو من بني هاشم. وبعد والطليق ليس كالاصيل، مو كل مؤمن الاصيل.
طريق انت اساسا انت التحقت مجبر. هاي شلون اجلكم الله البعثيين ماكو من ولا صدام وراحت وانتهى، كل واحد طول لحيته وصار صاحب موكب. جاوا يتبخروا شنو السالفه خير ماكو شيء سالمين ماكو. تغيرت الامور كلها ثاني يوم، هذا الفدائي وذاك البعثي وهذا عضو الفرقه وذاك الصديق وشنو كلهم اصحاب مواكب وكل واحد حاط له موكب مولانا يرجرج وفنك تحكي وياه. وين انتهينا ليش زين هذا ليش؟ ترى هنا الخلل مرات بالمجتمع اخواني. انا مو عمليه انه اريد انه ابقيهم لا على بعثيتهم، لا شنو الله تاب الله عليه شنو ما بس لا اعطي الصداره. على الاقل الامه انخدعت بمعاويه، اعطيته الصداره كانت تظل شنو يقتلهم وراء كل حجر. وبدأ أنه يأخذ بعد آخر يلاحقهم. الإمام الحسن ما ترك الموضوع أبدا حتى من صارت عملية أنه نازل عن الحكم وكذا. رجع وين؟ رجع إلى المدينة وبدأ يشتغل في عملية أنه القضايا الاجتماعية للناس، الاهتمام بالناس. طبعا اكو فرق مهم جدا. كثير من الناس هماتين يشكلون يقولون علي بن أبي طالب إذا كان هو أولى بالخلافة ليش ترك الخلافة؟ وهماتي الحسن الآن هو خليفة، ليش ترك الخلافة؟ خلي قاتل كذا. إخوان أكو فرق بين الحكومة والإمامة مهم جدا، سواء في علي بن أبي طالب أو الحسن أو أي واحد من المعصومين. علي بن أبي طالب قال لنا ليش تترك الخلافة أنت؟ علي بن أبي طالب ما تنازل من الإمامة. الإمامة غير، الخلافة اختيار أمة. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول إن لو استقاموا على الطريقة لو التزموا إن لو استقاموا لأسقيناهم ماء غدقا. هم ما استقاموا، هم الأمة جابت الويل لأنفسها، فجابت شنو؟ تأثرت خلت من هب ودب يصير عليها. وإلا علي بن أبي طالب عليه السلام أراد أن يقدم للأمة نموذج رائع كما هو كان نموذج رسول الله صلوات الله عليه. الحسن عليه السلام يجي يشوف شنو من المحتاج من الأمة. علي بن أبي طالب خليفة يروح يقعد شنو؟ دكان مثل التمار. شنو؟ أنت خليفة لو بياع شغل. يريد يقول أنه ترى هذه قضية خدمة للناس، أنا خليفة. أما أنه هذا صديق أروح قاعدين معاه ما حط له أنه حمايات ومجموعة تروح قدامه تبشر وتبر. لا، يوم من الأيام من اللطائف علي بن أبي طالب هيك شوفي ذاك الوقت ماكو صور ويعرفون الخليفة، يجوز أنه يعرفون الناس اللي يجون يصلون، باقي الناس ما تجي ما توصل للجامع، فما تشوف علي بن أبي طالب. أخذ هذا العبد الصالح قنبر وذهب رضوان الله عليه. قنبر شر وراح علي بن أبي طالب إلى سوق الكوفة. المفروض على الأقل الكوفة تعرفه، هم مو كلها تعرفه، اللي يعرفوه فقط هاي الناس تجتمع واللي يقولون نجا الخليفة. ولا تنسى أنت الكوفة مو كلها أنه شيعة علي بن أبي طالب. الكوفة خليط غير متجانس. الكوفة بيها شيعة آل محمد صلى الله عليه وسلم. الكوفة فيها عثمانيين هوى مثل زهير بن القين وربعه. الكوفة فيها عمريين حينما دخل علي بن ابي طالب وقال لهم انه شنو هاي جاي يصير؟ قالوا جاي نصلي التراويح. قال لهم ما موجود الاسلام. قالوا واسنة عمراه. انت جاي تسوي عمر هاي سواها لنا، انت جاي تسوي. موجودة. الكوفة بيها شنو؟ نصارى. الكوفة بيها يهود. الكوفة بيها صابئة. الكوفة بيها أعاجم. الكوفة بيها عرب من كندة، من اليمن، من عرب العراق المستعربة، من عرب الجزيرة، لأنه تأسس سنة 17 للهجرة، فبدأت الناس شنو كانت؟ أنه معسكر تتجمع فيه.
وبعدين تحولت هذا المعسكر مثل ما كثير من الأماكن أول ما يصير معسكر بعدين تبدي تاخذ مداها كمدينة، برغم أنه الكوفة أصلها مدينة سريانية اسمها عقولاء، بالأصل مدينة سريانية. طبعا الكوفة غير الحيرة، يعني كثير من الناس تدمج بين الحيرة والكوفة. الحيرة غير، الحيرة خارجها ما يقارب ال 25 إلى 30 كيلو، يعني بعيدة المناظر على العموم 35 تقريبا على العموم. فإذا هنا من تجي الهاي ما يعرفون، فاجى علي بن ابي طالب هو وقنبر دخلوا الى السوق، قال اريد اشتري قميصين، قميص بدرهم وقميص بدرهمين. هذا من شافه قال له الخليفه، قال له ما احتاج خلاص. ليش؟ احنا نروح نشتري من العرب حتى يطيح لنا غير، بل كثير قليل لنا. انا هسه اروح للعرب فكيف حتى في سبيل شنو؟ اذا كانت الاعضاء مثلا مليون يطيح لي يسوي لي اياها ب 700، جزاه الله خير. ايش قال له علي بن الخليفه؟ قال له لا احتاج، انا ما اريد بعد شيء. ليش؟ عرفني هذا راح يطيحني، هذا اذا طيح لي صارت مشكله. باكر انه اذا صار عنده شغل شو يقول؟ مو انا ذاك يوم نزلت له بلكه انه يقللني. هاي واحد. اثنين، اذا ما قلل لي هو راح يعاتبون الناس، يقول شو خليفه اجاك وهاي وانت ما قللت له. راح لقى له واحد شاب سئل، قال له عندك قمصان بدرهم ودرهمين؟ قال له موجود. فمن شافه ما يعرفه قال له اعطيني اول درهمين طاقته. قال له البس انت قنطر وانطيني بالدرهم. تدرعه الدرع يلبس. قال له قنبر مولاي انت خليفه وتصعد على المنبر وتخطب خطب الجمعه وتتحدث مع العالم وتلتقي معهم وتلبس قميص بسيط متواضع وانا البس قميص جيد. ايش قال له علي بن؟ ان فيك روح الشباب، انت شاب عجبك تلبس. انا رجل كبير فماكو مشكله. هذا عمتين الشاب اجى ابوه صاحب الحانوت صاحب المحل وانطى فلوس. قال له لمن بعت؟ قال له ذاك الرجل. قال ويحك انه الخليفه. هذا ركب وراه قال اعذرني يا مولاي، هذه دراهمك واعتبر هذا لي هديه. قال لقد اشتريت فلا اقيلك ولا تقيلني، لا انا اتنازل ولا انت تتنازل، اخذ فلوسك وفعل. هاي موجوده الان هسه بمجتمعنا على مستويات طبعا، اطقها طق على مستويات كبار ناس زين مو حين. ولذا علي بن ابي طالب ايش قال لاهل الكوفه؟ قال اعلموا يا اهل الكوفه لقد جئتكم بثوبين فان خرجت بغيرهما فقد خنتكما. مو يدخل هسه يومين بالحكومه ياكل مال الله ومال عباده، ماكو مش منطق ابدا. طبعا مو على مستوى بلد وولدين وثلاثه، لا 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 بشكل عام صار للاسف. الذمه الماليه قدمها امير المؤمنين ولقد اكتفى امامكم من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصه. خلص. الا ولكل امام امام يستضاء بنوره. فالإمام الحسن عليه السلام تربى في هذا الكنف، في هذا الجو. حتى من يريد ينفق بلا حساب، بس من يوصل يمه هل هو يأخذ من الأرض؟ أهل البيت عليه السلام رحمة للأمة، رحمة للأمة، عطاء
لهذا السبب تشوفهم انه مو مساله انه يجيك يقول لك الامام الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه، خذ. ليش؟ لما قدموا ساده، لما قدموا. كما انه للحسين عليه السلام من يقول له يا رسول الله اخذني اليك انا شكو باقي، يقول له ان لك في الجنه درجه لا تنالها الا بالشهاده. هاي اكو درجه عاليه، يا درجه الجنه يعني؟ لا، درجه الجنه هو ماخذ لعمله وعبادته وكل شيء. يا درجه الشفاعه يشفع عنا احنا ذول المساكين. يقول الامام الصادق سلام الله عليه كلنا سفن النجاه وسفينه جدي الحسين اوسع واسع. احنا متمسكين بذياب زينب سلام الله عليه، متمسكين بيهم، ما عندنا غيرهم. ترى شو عملنا البسيط هذا، صلاتنا البسيطه، صومنا البسيط، انفاقنا بحساب. شوف انت هسه بعضنا من يريد ينفق زين يدور الخرده ويطلعها، اقل خرده، اقل قطعه معدنيه يحطها بالصدقات. نشيل مثلا شيء ونطي راسا ونقول لا، وندير وجهنا ونقول هذا خلاص. هذا هو اللي يبقى. مو النبي صلوات الله عليه يوم من الايام يقول انه ذبح شاة، من ذبح شاة بدأ قال خذوا هذه لفلان، انتوا خذوا هاي لفلان، خذوا هاي لفلان. لم يبقى من الشاة الا شيء بسيط، ساق او شيء. قالت له احدى زوجاته يا رسول الله لم يبقى من الشاة الا هاي. قال كلها بقيت الا هاي، كلها بقيت، كلها. ليش؟ كلها قدامك، كلها ماخذها وياك. انت الان من تقدم شيء لانسان محتاج، لانسان فقير، خصوصا لرحمك لاقاربك لمدري شنو محتاج، وتروح تعطيه، ايش راح ياثر؟ انت قد يكون هذه ال50 وال100 باون ما راح تاثر عليك هوايه، بس هو راح يتنقل يجوز هذا المحتاج. هكذا قال محمد صلى الله عليه وسلم يعطي بلا حساب. هكذا نبينا صلوات الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول النبي صلى الله عليه إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. مو قاعد بنص العالم اقول لكم هذني اغطيهن، ايش دعوه؟ ليش؟ مذني روحا. ولقد قدموا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صاروا رياء خاصه، ما بقى لهم شيء. هو دافعهن وخسرانهن وصار رياء. بينما اذا ننطيهن بالسر، مرات ننطيهم بالعلن في سبيل يشجع الآخرين، ولكن الطريقة شنو؟ الطريقة مو قصده أنه بينما بين الله، مو قصده يريد يتظاهر، لا، هذا يشجع الناس. شئت يلا حطوا، يلا أخوان ابدوا ساعدوا الفقراء مثلا نقول، وإذا واحد من الناس الخيرين الوجهاء كذا رأسا يقول أنا أول واحد، حتى في سبيل يشجع الآخرين. لأن التضحية تحتاج مرات تشجيع. أكو بعض الناس عندها مشكلة بالدفع، خصوصا دفع المال عندها مشكلة خطيرة. يصير عنده لو شلل بيده لو التهاب بجيبه، يبدي المشكلة يرجف يكون قلبه، يحتاج قوة صلابة. آل محمد صلى الله عليه وسلم أبدا هاي السالفة ما موجودة عندهم. ولذا الإمام الحسن عليه السلام وصف بكريم أهل البيت، كريم أهل البيت. ليش؟ هم كان كلهم أكرام، بس كان الإمام الحسن فاتح أنه الباب على مصراع عليه، كل من جاء، كل من قدم، كل من احتاج أعطوه. حتى وصل الأمر به يوما من الأيام دخلت عليه جارية خادمة عنده، فايش قالت؟
السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد. قال أنت حر لوجه الله. التفت له واحد قال يا ابن رسول الله هي سلمت فلما لم تجيبها بالتحية؟ ايش قال له الإمام؟ قال إن الله جل وعلا قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أحسن منها الحرية أحسن من السلام لو لا؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال هكذا كذا. ما قالها أنت حرة وروحي بس، قالها حرة وهاي خارجية همنا، مو هاي عايشة عليها بل عايشة على بيتها ومعتها مشتريها مشتري. فيطلق ينطيها كلها هكذا. الإمام زين العابدين عليه السلام روحي لهم الفداء جميعا آل محمد. أن تولد لا إله إلا الله. شقد عظيم. يقول يجمع سنويا مجموعة من الناس، يجمعهم يعلمهم يربيهم يثقفهم. شو هسه انت تروح الى هاي المناطق افريقيا شمال افريقيا كذا، شوف الاسماء تقرا شنو. شوف الاسماء تلقى اسمائهم بناتهم فاطمة الزهراء زينب الكبرى، تتعجب شنو هاي؟ هسه هذول كلهم انه الان تاثروا بعد تدري الديموغرافيا تاثر. زين تحول من مذهب الى مذهب كذا كذا، بس عندهم حب اهل البيت عليه السلام. ليش؟ لان البدايه كانت لها اثر. كان الامام يوديهم دول اكثرهم. انت شفت انه المسلمين البدايه راحوا لافريقيا وحولوهم لمسلمين، ليش؟ شو بيك يسوي الدول؟ اروح وين؟ اروح للبيضان للشقران للكذا حتى في سبيل ياخذون اسمه للاسد. اهل البيت عليه السلام كان غزوهم ثقافي فكري بالطريقه الثقافيه جدا. يعلمون يربون يشيلون لا ينطرون، يقولون روح توكل على الله انت حر. هذا بعد صار عالم بدا يثقف هناك. زين علي لم يثقف على حب محمد وال محمد صلى الله عليه وسلم. محمد وآل محمد. فالحسن عليه السلام لم يتحمل معاوية لعنه الله ذلك الأمر حينما الإمام انعزل عن عملية الخلافة، ولكن بدأ الإمام يثقف الأمة، يدرس الناس أنه التفسير، يربي الأجيال والطلائع، وبدأ أنه الإمام يرى ماذا يحتاجون ماذا يريدون يثقفهم. يجوا هنا يا معاوية الحسن يرى أنه الناس الآن رجعت إلى الحسن، الآن متوجهة إلى الحسن ابن علي، فبدأ يضيق عليه. والإمام الحسن عليه السلام يعلم ما هي مكر ودهاء بني أمية وما خستهم، فبدأ يحرك. وللعلم هذه مو أول مرة ولا آخر مرة سموا الإمام، عدة مرات. ولذا الإمام يقول لقد مررت بكثير من السم ولكن كان هذا أشد. هذه طمعوها بالزواج من يزيد، هذه جعدة بنت الأشهر لعنها الله، وأعطوها الأموال، قالوا لها لك أموال ولك مكان ولك كذا، ولكن عليك بسم الحسن. فسمت الحسن بخليط من اللبن. يقول بدأ الإمام الحسن يلون وجهه، بدأ أنه الإمام يتأثر. دخل عليه أخيه الحسين يبكي بكاء شيء، يقول له بنفسي أنت يا أبا محمد. قول له لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا تتألم، ترى أكو يوم راح يمر عليك أشد من يومي، يوم لا ترى أحد أبدا لا ناصرا ولا معينا. إذا كان الآن أنت يمي، الآن أنت هنا تمرضني تهتم لي، لكن ذاك اليوم ما حد يا أبا عبد الله يهتم لك. ولذا الحسين بدأ شنو؟ يجمع التراب فيجعله وسادة، ليس هناك له أخ أو ابن أو أحد
يجعله برأسه بحجره، وإنما الإمام كان هذا المار به. لكن الإمام الحسن عليه السلام يقول بدأ يتقيأ دما. الإمام بدأ يقذف هذه كبد كما يصفونه. والله ينصايب الليل مات بالمسموم، ينصايب والله وخل دمعك عليه دموم، ينصايب والله مثل كبد الحسن ما شفيت، ينصايب ابن ابي اليرمون نعش بن الزكيه. هنا الإمام سلام الله عليه بعدما فارق الحياة النانينة عرق جبينه توجه إلى الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا جدي رسول الله. يقول مات وهو في حجر الحسين عليه السلام، أوصى وصاياه إلى أخيه الحسين أن يغسله ويكفنه ويدفنه عند قبر جده، ولكن يعلم الحسن سلام الله عليه، قال له إن لم يقبلوا فخذني وادفني عند قبر جدتي فاطمة بنت أسد سلام الله عليها. نعم، هنا اجتمع الأصحاب، اجتمع شيعة الحسن، اجتمع بني هاشم وتوجهوا إلى قبر النبي، أراد أن يجدد العهد بجده رسول الله، ولكن جاءت البغلة ومن عليها، جاء مجموعة ومعهم من معهم قالوا له لا يدفن الحسن عند رسول الله، وبدأوا بضرب السهام على نعش الحسن، يقال أنه ما يقارب 70 نبلة أصيبت جسم الإمام الحسن عليه السلام. فقال لهم الحسين والله تعلمون لولا عهد أخي الحسن لم أترككم أبدا إلا والسيف أمتشقه وأقطعكم إربا إربا، ولكن وصيتي أخي الحسن يقول مات السبط المصطفى وصارت بطيبة زلزلة. والله ما سبط المصطفى وصارت بطيبة زلزلة، هذا يصرخ ذاك يلطم ذاك دموع سايلة. والله وصوت الناعب سككها مات سبط المصطفى، سمته جعد العين وغاب نوره وانطفى. احزنت قلب الموالي والعدو قلبه اشتفى، ألف واسفة على الزكي يظلم يا ويلي منزله. هنا الإمام الحسين عليه السلام توجه به إلى البقيع، أراد دفنه، يقول له بس ها يا أيام فرح ما شفت طول العمر، والله بس ها يا أيام ولا تشف الدمع بالعين، بس ها موسى فالحسن نعشا ضرب، بس ها يا ودفنا من أعيم سيد البرية، والله ودفنا من أعيم سيد البرية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة